على مدار التاريخ الإسلامي كله ظهر الكثير والكثير من العظماء اللي قدروا يكتبوا اسمهم من ذهب، ودافعوا عن البلاد العربية والإسلامية، وساهموا في علو مكانتها وشأنها بين الأمم والدول. وطبعا زي ما كان في أشخاص عظماء، كان في أشخاص تانية سيئة وأشخاص خونة، وللأسف كانت خيانتهم ديت السبب في سقوط الكثير من الدول والإمبراطوريات الإسلامية. وطبعا كان بيبقى فيه خسائر عسكرية كبيرة جدا وموت الكتير من الجنود المسلمين. وفي الفيديو ده هنتعرف وهنتكلم سوا عن مين هم أسوأ 10 خونة في التاريخ الإسلامي. بس الأول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وكومنت وشير. في المرتبة الأولى الشريف حسين. اتولد الشريف حسين بن علي في مدينة اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية في 1845 ميلاديا، وعاش فيها أغلب حياته لحد ما عينه السلطان عبد الحميد الثاني في 1908 شريف على مكة التابعة للعثمانيين. ومع اشتعال الحرب العالمية الأولى في سنة 1914 ومشاركة الدولة العثمانية فيها ضد بريطانيا وفرنسا، خان الشريف حسين الدولة العثمانية وأعلن تمرده عليها سنة 1916، وده طبعا كان بتحريض من الإنجليز. وعرفت هذه الحادثة تاريخيا باسم الثورة العربية الكبرى، ونصب نفسه ملك على كل بلاد العرب، ولكن إنجلترا ما كانتش بتعترف بيه ملك إلا على بلاد الحجاز فقط. وبعد فرض سيطرته على الحجاز انطلق هو وقواته علشان يعاون الإنجليز في هزيمة القوات العثمانية في فلسطين. وكانت خيانة الشريف حسين أحد الأسباب القوية في هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وطبعا احتلال بريطانيا لفلسطين والأردن واحتلال فرنسا لسوريا، كان هدف الشريف حسين إن بريطانيا تحقق حلمه بإنه يكون ملك موحد على كل بلاد العرب. لكن بريطانيا طبعا كان أهم مطمع عندها هو إن العرب والمسلمين ما يبقاش في بينهم توحد أبدا. بالنسبة للمكسب الوحيد اللي حصل عليه الشريف حسين من خيانته، هو تعيين أولاده ملوك تحت الاحتلال البريطاني، فقاموا بتعيين ابنه الأمير فيصل ملك على العراق، وابنه الثاني عبد الله الأول ملك على الأردن. بالنسبة للشريف حسين نفسه، قررت بريطانيا التخلص منه ونفيه إلى قبرص، واستمر هناك حتى عام 1931 ميلاديا، لحد ما سمح ليه الإنجليز بالعودة إلى مدينة عمان في الأردن في آخر أيامه. وفي نفس عام عودته يوم 4 يونيو بتنتهي حياة الشريف حسين، ويقال إن تم دفنه داخل المسجد الأقصى. بعد كده نيجي في المرتبة الثانية إلى خنفس باشا. في سنة 1882 ميلاديا حاولت بريطانيا احتلال مصر، واشتبك الإنجليز بقواتهم مع قوات المناضل المصري أحمد عرابي، وكان عدد قوات الإنجليز 13 ألف جندي، وقوات عرابي حوالي 18 ألف جندي. وفي 13 سبتمبر دارت بينهم معركة التل الكبير، وبسبب عجز الإنجليز التقدم على قوات أحمد عرابي، لجأوا إلى خنفس باشا اللي هو كان اسمه علي يوسف، أحد قادة أحمد عرابي المسؤول عن المقدمة في الجيش. فقام خنفس باشا بإخلاء الطريق المؤدي لمعسكر عرابي، وسحب قواته من أمام الإنجليز. وفي المساء اتحركت القوات البريطانية لتطويق جيش عرابي. مش بس كده، ده كمان وضع للإنجليز الفوانيس على طول الممرات اللي ممكن يسيروا فيها بسهولة. ومع طلوع النهار بتتفاجئ قوات أحمد عرابي بوجود القوات البريطانية أمامهم، ودارت طبعا معركة بينهم انتهت بانتصار بريطانيا وأسر أحمد عرابي. وبكده تكون بريطانيا اتمكنت من احتلال مصر اللي هتنطلق منها البريطانيين في احتلال البلاد العربية القريبة خاصة فلسطين. بالنسبة لخنفس باشا، فبريطانيا أعطته لقب البشوية، وعاش بقية حياته محتقر من الجميع.
وكنتيجة لخيانة خنفس باشا لمصر واحتلال بريطانيا ليها، استمر الاحتلال البريطاني لمصر بسبب هذه الخيانة لمدة 74 سنة. في المرتبة الثالثة مير جعفر علي. نشأ مير جعفر علي في 1661 ميلاديا في مدينة دلهي الهندية لعائلة شيعية مهمة، واتعرف عنه الطموح الكبير والطمع الأكبر، فأصبح قائد عسكري في أقوى الممالك الإسلامية في الهند، واللي عينه حاكمها سراج الدولة قائد على جيش المملكة. وفي الوقت ده بدأ الإنجليز في غزو الهند وتأسيس مستعمراتهم فيها على إيد شركة الهند البريطانية الشرقية. وقتها ما كانش الإنجليز لسه احتلوا كل الهند، وكانوا موجودين في أماكن ساحلية، وكان ممكن للجيش الهندي هزيمتهم، فقام سراج الدولة بمقاومة الإنجليز وحاول طردهم من الهند، ودارت بينهم معركة شهيرة تسمى معركة بلاصي في عام 1757 ميلاديا. كان عدد القوات الجيش الإسلامي فيها كبير جدا، حوالي 50,000 جندي، وجيش الشركة البريطانية ما تجاوزش 3000 جندي. ولكم أن تتخيلوا إن مع بداية المعركة بيخون مير جعفر سراج الدولة، وبينسحب برفقة 15,000 جندي من الفرسان و35,000 واحد من المشاة، وفجأة بيلاقي سراج الدولة نفسه مع 5000 جندي فقط. طبعا بتتأثر نفسية الجنود المسلمين، وبتنتهي المعركة بمقتل 500 جندي من المسلمين وهزيمة المسلمين. أما خسائر الجيش الإنجليزي كانوا فقط 27 جندي. ومع إن سراج الدولة هرب من المعركة، لكن مير جعفر علي قبض عليه وقام بإعدامه، وتحول مير جعفر لألعوبة في إيد بريطانيا، وبيتم تعيينه أمير تابع ليها على البنغال زي ما تم الاتفاق بينهم قبل المعركة. وظل في الحكم طوال حياته حتى عام 1765 ميلاديا. وبشكل تدريجي بدأ الإنجليز القضاء على الهيمنة الإسلامية على الهند، وبتقع البنغال اللي هي أغنى المدن في إيد الإنجليز. وبالتأكيد بتعتبر معركة بلاصي من أهم المعارك التاريخية المفصلية في التاريخ الهندي، والبداية الحقيقية لاستعمار البريطاني في الهند، أو زي ما البعض بيسميها أندلس الشرق. فكانت الهند لحد الوقت ده تحت الحكم الإسلامي لمدة 800 سنة. في المرتبة الرابعة الملك الكامل ناصر الدين الأيوبي، هو سلطان الدولة الأيوبية اللي تولى الحكم في سنة 1218 ميلاديا. الراجل ده أضاع أمجاد عمه البطل صلاح الدين الأيوبي، وفرط في تضحيات أبطال مسلمين كتير جدا اللي ضحوا بحياتهم علشان ياخدوا القدس ويحرروها. وللأسف السلطان الكامل قرر التنازل عن مدينة القدس بسهولة للصليبيين، وكرر الخيانة ديت مش مرة واحدة، لأ مرتين. سنة 1219 ميلاديا شن الصليبيين حملتهم الخامسة على مصر، اللي قاموا فيها وحصروا مدينة دمياط علشان يحتلوها. فلما يئس السلطان الكامل من الصمود، عرض على الصليبيين التخلي عن القدس مقابل فك الحصار. لكن المفاجأة اللي حصلت وقتها إن الجيش الأيوبي تمكن من الانتصار على الصليبيين وطردوهم من مدينة دمياط، وبكده بينجو بيت المقدس من حدوث المقايضة عليه. المحاولة التانية للأسف كانت أسوأ من المحاولة الأولى، لأن حصل انقسام وصراعات داخلية بين الأيوبيين نفسهم على الحكم، بين السلطان الكامل وأخوه المعتصم حاكم دمشق، واستعان كل منهم بقوة خارجية لمساعدتهم إلى الجانب الآخر. فاستعان الملك الكامل بالمساعدة من الإمبراطور فريدريك الثاني إمبراطور ألمانيا وأقوى ملوك أوروبا.
وكان الثمن اللي عرضه السلطان الكامل مقابل المساعدة دي هو تسليمه لبيت المقدس وكل فتوحات صلاح الدين الأيوبي في فلسطين. فوافق الإمبراطور على مساعدته في حربه ضد أخوه. وفي سنة 1228 ميلاديا بيدخل فريدريك والصليبيون كنيسة القيامة في بيت المقدس، وبيتم تتويجه ملك على بيت المقدس. واستمرت القدس في أسر الصليبيين حوالي 15 سنة لحد ما تم تحريرها على إيد السلطان نجم الدين أيوب في 1244 ميلاديا. أما السلطان الكامل الأيوبي استمر في الحكم 20 سنة حتى عام 1238 ميلاديا. بيليه في المرتبة الخامسة الغالب بالله محمد ابن الأحمر. حكم المسلمين أسبانيا والبرتغال لمئات السنين، واتسمت الأماكن اللي حكموها باسم الأندلس. وبمرور الوقت بتسقط دول المسلمين بالأندلس واحدة ورا التانية في إيد الصليبيين الأسبان، وما بتبقاش موجود في الأندلس إلا مملكتين، إشبيلية في الغرب ومملكة غرناطة، اللي أسسها الغالب بالله أبو عبد الله محمد الأول المعروف باسم محمد الأحمر. بتبدأ خيانة ابن الأحمر لما شاف تفوق الأسبان على المسلمين، وبيقرر الخضوع لملكهم فرناندو الثالث، وبيتعهد بمساعدة فرناندو في حروبه ضد المسلمين. وبالفعل بيلتزم ابن الأحمر بوعده وبيخون المسلمين، وبيشترك مع الأسبان في احتلال المدن الإسلامية. وبيلعب ابن الأحمر دور الشيطان الواعظ، فكان بيقوم بإقناع الحاميات الإسلامية على ضرورة التسليم للصليبيين. وفي سنة 1247 شارك مع الأسبان في احتلال مدينة إشبيلية، أقوى وأغنى مدن المسلمين وقتها. وبعد كل الخيانة دي ابن الأحمر مسلمش من شر فرناندو، وكان جزاؤه هو استمراره في الذل والخضوع. وبيحاول فرناندو إن هو يقوم بحصار غرناطة نفسها، لكنه فشل. وفي كل مرة كان ابن الأحمر بيتنازل عن عدة أراضي، وبلغ عدد الحصون والأراضي اللي تنازل عنها ابن الأحمر وسلمها لفرناندو وشارك في سقوطها حوالي 150 مدينة وحصن. وطبعا كل ده كان مقابل ان الاسبان يسيبوه يحكم غرناطة كتابع ليهم، وطبعا حصل على مراده واستمر في الحكم حتى عام 1237 ميلاديا. وصارت مملكة غرناطة على نهجه في الخيانة والتبعية حوالي 200 سنة أخرى. بيليه في المرتبة السادسة مؤيد الدين ابن العلقمي. اتولد في 1195 ميلاديا وهو شيعي. اتعرف عنه المهارة السياسية والمكر، وشغل منصب وزير الخليفة العباسي المستعصم بالله. وفي الوقت ده كان المغول بيسيطروا على البلاد الإسلامية في الشرق واحدة ورا التانية. وتولى قيادة قوات المغول في إيران هولاكو خان. فما كانش من ابن العلقمي غير إنه أرسل لهولاكو وطلب منه مهاجمة بغداد والقضاء على الخلافة العباسية، وطلب منه في الرسالة إن هو يقضي على الخليفة العباسي سيء السمعة صاحب الشخصية الضعيفة المستعصم بالله. طيب يا ترى ايه هي مبررات ابن العلقمي للخيانة دي مع انه وزير وواخد منصب كبير في الدولة العباسية؟ ابن العلقمي للأسف اتعرف عنه حقده الشديد على أهل السنة، خاصة بعد اشتعال أعمال شغب بين السنة والشيعة في بغداد، وقيام بعض السنة بمهاجمة أملاك الشيعة، وكان من بينهم دار ابن العلقمي. علشان كده بيقرر الانتقام، وقال إن المغول هيكونوا أكثر تسامح من المسلمين السنة على المسلمين الشيعة. فكان بينصح الخليفة طول الوقت بالخضوع لهولاكو. وبعد حصار بغداد
واتضح هزيمة الجيش العباسي سنة 1258 بينصح ابن العلقمي الخليفة بتسليم نفسه للمغول، لكن الخيانة لسه ما خلصتش لحد كده. كمان ابن العلقمي بيطلب من هولاكو إن هو يقتل الخليفة المستعصم بالله علشان تستقر الأمور أكتر للمغول. وطبعا كان لتحريض وخيانة ابن العلقمي دور كبير في سقوط مدينة بغداد وقتل مئات الآلاف من المسلمين الأبرياء سنة وشيعة. وبتنتهي الخلافة العباسية في العراق بعد أن استمرت لأكثر من 500 سنة، عشان ينتهي معاها العصر الذهبي للإسلام من تقدم علمي ومعرفي. وبالتالي بيتحقق هدف ابن العلقمي وبيتم تعيينه حاكم على بغداد، لكنه ما بيستمتعش بده فترة طويلة، لأن الجنود المغوليين كانوا بيهنوه وبيذلوه. وبعد كده أمروا هولاكو بالنهاية بقتله، وده كان سنة 1258، واعتبروه المغول عميل مزدوج، وزي ما خان المسلمين هيخونهم هم كمان. في المرتبة السابعة بدر الدين لؤلؤ، هو مملوك مسلم أرماني الأصل، اتولد في القرن ال12. بدأ حياته في خدمة أمراء الدولة الزنكية في الشام إلى أن تمكن من الاستقلال بمدينة الموصل منهم في شمال العراق، وطرد أسياد الحكام الزنكيين منها وأعلن نفسه ملك عليها. ومع ظهور خطر المغول على الدولة الإسلامية بيتحالف بدر الدين لؤلؤ مع هولاكو ضد الدولة العباسية، وبيرسل جيش مع المغول لاحتلال بغداد. مش بس كده، بدر الدين لؤلؤ ذهب بعد سقوط بغداد لهولاكو وقدم هدايا كتير جدا ليه، وأعلن ولاءه وطاعته ليهم. وكان هو وابن العلقمي اللي حرضوا هولاكو على قتل الخليفة المستعصم بالله بعد منحه الأمان. لكن على العكس من ابن العلقمي الشيعي، كان بدر الدين لؤلؤ مسلم سني، وبعد سقوط المدينة أرسل معاه هولاكو رؤوس الوزراء المسلمين العباسيين اللي تم قتلهم، وعلقهم بدر الدين لؤلؤ على أسوار مدينة الموصل. وبعد رجوعه من بغداد استمر في الحكم لعدة أشهر كتابع للمغول لحد ما بيتوفى وهو عنده 80 سنة في عام 1259 ميلاديا. لكن القدر كان ليه رأي تاني طبعا. كان هدف بدر الدين لؤلؤ من خيانته هو ضمان حكم الموصل ليه ولأولاده من بعده، لكن المغول غدروا بابنه الصالح إسماعيل اللي حكم الموصل لمدة 3 سنوات فقط. وحاصر المغول المدينة وتم قتل ابنه غدر على ايد المغول بعد ان اعطوه الامان.
بعد كده بيجي في المرتبة الثامنة أبو عبد الله الصغير. اتولد في سنة 1460 ميلاديا في مدينة غرناطة بالأندلس. الشخص ده اجتمع فيه عدة صفات سيئة جدا إلى جانب الخيانة، وهم الخضوع والضعف والطمع. أول خيانة ليه كانت لأبوه أبو الحسن ابن سعد، خلعه من الحكم وطرده من البلاد في 1482 ميلاديا، وده بسبب تفضيل أبوه لإخواته التانيين عليه، ونجح في السيطرة على العرش. وهرب أبو الحسن علي ابن سعد إلى أخوه محمد ابن سعد المعروف بالزغل، حاكم مملكة ملقا الإسلامية جنوب غرناطة. أما عبد الله فالحماس والشجاعة خدته إن يحارب الأسبان علشان يزود شعبيته وينتصر عليهم فعلا في عدة معارك، لكن بسبب انعدام خبرته العسكرية التف عليه الصليبيين وقاموا بهزيمته وأسره. وتم أخذ أبو عبد الله حاكم غرناطة أسير لملوك أسبانيا فرناندو وإيزابيلا، واستمر في الأسر ده حوالي سنتين، واتعلم الخضوع ليهم وتعاون معاهم ضد عمه الزغل اللي أصبح ملك على غرناطة خلال غيابه. وأطلقوا سراحه علشان يعلن أبو عبد الله الصغير الحرب على عمه في ثاني خيانة ليه. وبكده بيستغل الأعداء انشغال ملوك المسلمين في حربهم الأهلية وصراع العم مع ابن أخوه، وبيحتلوا عدة مدن إسلامية بجانب غرناطة. وعن آخر وثالث خيانة فدي كانت في 1492 ميلاديا، لما فرض الأسبان الحصار على مدينة غرناطة، وبدأ في إقناع المسلمين بضرورة الاستسلام للأسبان مقابل الأمان، مع العلم طبعا والمعروف تاريخيا إن استلام أي مدينة إسلامية للأسبان كان بيتم هدمها ونهبها وقتل سكانها، وده حصل في أكثر من موقف وحدث تاريخي. وبالفعل قام أبو عبد الله الصغير بتسليم مدينة غرناطة آخر مدن المسلمين في الأندلس لفرناندو وإيزابيلا سنة 1492 يناير، عشان تنتهي بكده 781 سنة من الحكم والحضارة الإسلامية في الأندلس. أما عن نهاية أبو عبد الله الصغير فسافر للمغرب علشان يعيش فيها الباقي من حياته بذل ومهانة حتى وفاته. بيليه في المرتبة التاسعة المتوكل السعدي، سلطان الدولة السعدية في المغرب، اللي تولى الحكم من 1574 ميلاديا ل 1576 ميلاديا. اتبع السلطان ده سياسة والده في عداوته للدولة العثمانية، وتحالف مع الأوروبيين الأسبان والبرتغال ضدهم. ولم يسلم من شر أعماله عبد الملك السعدي وأحمد المنصور المدعومين من الدولة العثمانية، فأعلن الحرب عليهم. ولما فشل في هزيمتهم هرب من المغرب للبرتغال، وهناك استنجد المتوكل بملك البرتغال سباستيان الأول مقابل إنه يكون حاكم تابع ليه على المغرب، وطلب منه غزو المغرب وقتل أعمامه. وبالفعل استجاب سباستيان وذهب لغزو المغرب بجيش أوروبي كبير لاحتلال المغرب وتحويلها لمستعمرة مسيحية تابعة للبرتغال. وبيشارك الخائن محمد المتوكل في القتال بجيوشه إلى جانب ملك البرتغال ضد المسلمين، لكن لحسن الحظ بيتمكن السلطان المغربي عبد الملك وأخوه أحمد المنصور من الاشتباك مع البرتغال في معركة كبيرة ومشهورة جدا تاريخيا، وهي معركة الملوك الثلاثة أو معركة وادي المخازن في عام 1578 ميلاديا، اللي انتهت بانتصار ساحق للمسلمين. وكانت نهاية محمد المتوكل كلها خسة وخيانة، فعلى عكس الملك البرتغالي اللي اتقتل وهو واقف في أرض المعركة وبيحارب،
اتقتل برضه محمد المتوكل في المعركة، ولكن قتل بسبب الغرق في نهر وادي المخازن أثناء هروبه من المعركة. في المرتبة العاشرة والأخيرة مراد جيراي. خيانته كانت مختلفة شوية، ما كانتش بدافع الخوف من العدو أو بهدف السلطة، ولكن خيانته جاءت نتيجة الحسد والحقد والغل. في سنة 1678 ميلاديا أصبح مراد جيراي حاكم على خلية القرم الإسلامية التابعة للعثمانيين في عهد السلطان العثماني محمد الرابع. دخلت الدولة العثمانية حرب ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة في صراع بيشمل كل من النمسا وألمانيا وهولندا وأغلب دول أوروبا، وسميت بالحرب التركية العظمى، ودي كانت سنة 1683 ميلاديا. وقتها كان الحاكم الفعلي للدولة العثمانية هو مارزفنلو قرة مصطفى باشا، اللي اتحرك بجيش كبير جدا وضخم بلغ عدده 170 ألف جندي لحصار مدينة فيينا عاصمة النمسا. وشارك مع القوات العثمانية ديت جيش من تتار القرم المسلمين بحوالي 40 ألف جندي بقيادة مراد جيراي. لكن سقوط فيينا كان حتمي ووقتي، والسؤال ما كانش هل فيينا هتسقط في ايد العثمانيين ولا لا، ولكن السؤال هو هل العثمانيين هيكتفوا او هيقفوا لحد فيينا ولا هيواصلوا حروبهم لحد فرنسا وألمانيا. طبعا بتحاول القوات البولندية فك حصار المدينة والوصول للجسر الوحيد اللي بيؤدي لفيينا، لكن قرر مصطفى باشا أمر مراد جيراي بمحاصرة الجسر ونسفه لو ألزم الأمر، المهم إنه ما يسمحش للأوروبيين العبور إلى فيينا مهما كان الأمر. لكن مراد جيراي خاف من علو مكانة قرر مصطفى باشا في الدولة العثمانية، وبيقرر انه يتفرج على القوات البولندية وهي بتمر على الجسر، وبكده يكون غير تاريخ العالم ودمر الدولة العثمانية بسبب هذا التصرف. ونتيجة للخيانة ديت بينطلق الجيش البولندي لهزيمة المسلمين وقتل 15 ألف جندي مسلم و10,000 أسير. وبيضطر طبعا قرر مصطفى باشا للانسحاب علشان يتم بعدها إعدام مصطفى باشا وعزل مراد جيراي عن القرم بتهمة الخيانة ونفيه إلى مدينة بامبول في بلغاريا، وبيستمر في المنفى بقية حياته حتى سنة 1696 ميلاديا. ونتيجة الهزيمة ديت بتخسر الدولة العثمانية هيبتها وفتوحاتها وأراضيها في المجر وصربيا للأبد، وبتبدأ الدولة العثمانية في الانهيار، وبتبدأ أوروبا في التوسع بأراضيها وفتوحاتها وحروبها. وبكده في الفيديو ده أكون اتكلمت معاكم عن أسوأ وأخس 10 خونة في التاريخ الإسلامي على مدار التاريخ بأكمله. وطبعا المفروض ان كل الأشخاص اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو ده كانوا من المسلمين، ولكنهم خانوا المسلمين لصالح أعداء الدولة الإسلامية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وكومنت وشير، ولو حابين نتكلم او نعمل فيديو عن موضوع معين تقدروا تكتبوه في الكومنتات. ولو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة بعد اذنكم، وكل عام وانتم بخير جميعا.